بغض النظر انت خريجة كلية ايه ده مش هيفرق، لكن عشان تتعلمي في مجال الديجيتال ماركتينج لو من حبة سنين كنت هقولك الموضوع صعب وفيه معاناة وانا عانيت فيه كتير، لكن حاليا الموضوع بقى رائع. النهاردة احنا بقى عندنا كمية منح وبرامج بتأهلك بشكل علمي، برامج مكثفة بتدخلي بتضغطي فيها بتتعصري فيها، بس بتطلعي عارفة تشتغلي بإيدك، وبتطلعي كمان ببورتفوليو من الشغل اللي انتي بتشتغليه جوه بنفسك. برامج وزارة الاتصالات زي معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بيقدم برامج 9 شهور للخريجين، بيقدم برامج 4 شهور برضو للخريجين، وكمان عاملين برامج صيفية صغيرة ده للطلاب اللي حابة تكتشف المجالات ولسه مش عارف يعني عايز يغير مجال مش عارف يدخل في ايه، فياخد البرامج الصغيرة دي عشان يقدر يحدد هو حب المجال ده ولا لا، فيعرف ياخد البرامج الأكبر. عندك برامج وزارة الاتصالات من رواد مصر الرقمية اللي هي المبادرات الرئاسية، رواد مصر الرقمية، أجيال مصر الرقمية، حتى الأطفال اتعمل لهم مبادرات دلوقتي أشبال مصر الرقمية. دي كلها برامج بتقعدي 6 شهور، بيبقوا 6 شهور صعبين، بس الناس دي بتاخدك غسيل ومكوى جوه، يعني بياخدك من الناحية التكنيكال، بياخدك من ناحية اللغة، بياخدك من ناحية الفريلانسنج، وكل البرامج دي ما بتعرفيش تتخرجي منها إلا وانتي غصب عنك. ده بخصوص الجزء بتاع الديجيتال ماركتينج. طيب نيجي بقى للجزء بتاع الام بي اي. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، موضوع الام بي اي مختلف تماما. انا من وجهه نظري ويعني ده رايي الشخصي في النهايه، مش احسن سيناريو انك لسه متخرجه من الجامعه، ما اشتغلتيش، ما خدتيش خبرات، ما شفتيش سوق عمل، ما عملتيش اي حاجه، وتدوري انك تاخدي ماجستير اداره اعمال. ماجستير اداره الاعمال بنفكر ناخده بعد عدد سنين من الشغل ومن الخبره، بتلاقي ان انت ناقصك حاجات فعايز تكملها، او مثلا عايز تدخل في حته ان انت تفتح مشروعات او تكبر مشروعاتك، عايز يبقى عندك علم بشكل اكبر، بدات تدخل في اماكن او تشتغل في اماكن عايز فيها سيرتيفيكتس قويه، محتاجه ان يبقى معاك ماستر، محتاجه ان يبقى معاك دكتوراه او اي دبلومات معينه، تخصصات معينه. فدي مرحله انا شايفه انها مش للخريجين. في الاول لما هتدخليها هتحسي ان انت تايهه، لان انت قاعده بتاخدي في علم بس مش مرسوم في دماغك سيناريو هو الكلام ده بيتطبق ازاي بره. لكن لما بتشتغلي في السوق بايدك، لما بتدخلي بقى تاخدي الام بي، انت بتبقى فاهمه الناس دي بتتكلم في ايه، بتبقي فاهمه المواد بتتكلم في ايه. ماجستير الام بي تقيل مش خفيف، وفي اماكن كتير وكل مكان ليه مميزاته. فمن وجهه نظري اجلي موضوع الام بي اي.